محطة السعيدية تواصل تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور سنة على افتتاحها بتحقيقها لمعدل ملء ناهز 90% خلال شهور الصيف الأربعة. العرض السياحي المتنوع الذي توفره المحطة مكن من استقطاب أعداد متزايدة من السياح الأجانب والمغاربة على السواء. السعيدية زوينة بزاف، الي بارابور على واحد 10 من قبل تحسنت بزاف، ويبان لي لا بروبريتي كاينه احسن من قبل ما كانش نقيه بحال هاد الوقيته، والكونفور موجود في السعيديه، الجو زوين. إقامتي هنا مرت في ظروف جيدة وجو يطبعه ارتفاع درجة الحرارة وجمالية البحر فضلا عن حفاوة الاستقبال بالفندق. قدمنا ضمن مجموعة برتغالية للاستمتاع بأجواء السعيدية الرائعة. المستخدمون وأطر الوحدة الفندقية يستقبلون بحفاوة جعلت إقامتنا هنا تمر في ظروف مناسبة وأجواء رائعة. لغة الأرقام تؤكد تطور مؤشرات القطاع السياحي بالجهة الشرقية، حيث تجاوزت ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بمحور وجدة السعيدية 112 ألف ليلة خلال شهر يونيو الماضي، ارتفاع يعزى بالأساس إلى الأداء الجيد المسجل من قبل غير المقيمين. لدينا زبناء من جنسيات مختلفة، لكن النسبة الأكبر من السياح تتوافد علينا من دول البرتغال وإسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى السياح المغاربة. خلال شهر يونيو من هذه السنة سجل تطور بنسبة 94% بالمقارنة مع السنة الماضية، ولكن أيضا الرقم الدال هو على مستوى 6 أشهر من هذه السنة اللي سجلت تطورا على مستوى الليالي السياحية ب 64%، ولكن أيضا هناك رقم دال أيضا آخر وهو بالنسبة للطاقة الإيوائية التي انضافت إلى الطاقة الإيوائية الموجودة حوالي 1200 سرير. الطاقة الإيوائية لمحطة السعيدية التي تبلغ حاليا 4000 سرير ساهمت إيجابا في تحسين أداء القطاع السياحي على المستوى الوطني. الأرقام المسجلة هذه السنة عرفت تطورا بنسبة 14% على مستوى الوافدين و8% بالنسبة لليالي المبيت، أرقام تبشر بمستقبل واعد للقطاع السياحي بالمغرب.